الزمالك وحلاوة الزمالك متصدر الدوري المصري حاليا، مع كل المشاكل والحوارات اللي هم فيها وإيقاف القيد واللعيبة اللي مشيت بس متصدر الدوري. طب متصدر الدوري ازاي؟ بالروح. الكورة مش كورة فقط وتكتيك ولعيبة، لا، لازم يبقى عندك روح أصلا. فالزمالك دلوقتي بيلعب، يعني الفرقة فيها روح، الجمهور مساندهم بطريقة قوية جدا، وهو ده المطلوب. اللعيب بيجيب جون عندهم بيطلع يحتفل وبيحمس الفرقة ويحمس الجمهور هو عنده هدف. عنده هدف دلوقتي الزمالك ان هو يستمر في حالة الوقوع والركود اللي هم فيه. الحقيقة ماتشات الزمالك بقت ماتشات حلوة قوي، واللعيبة فايقة بسم الله ما شاء الله، وكله بيلعبوا اللعب الجماعي، ما عندهمش بقى النجم الفلاني لا، الفرقة كلها متكاملة والفرقة كلها بتلعب. عبد الله السعيد عمال يتخانق ومفكر نفسه هو نجم الفرقة، مفيش نجم فرقة في الزمالك حاليا. الفرقة كلها مع بعضها كده عاملة شكل حلو قوي، عاملة تيم حلو قوي. عملوا ماتش حلو قوي على زد امبارح، كسبوا 2-1، صدروا الدوري، وده المهم. المهم ان الزمالك يفضل مستمر على الروح اللي هو فيها دي. بيراميدز طبعا كسب امبارح غزل المحله 3-1، وبقى هو التاني الدوري. سيراميكا طبعا اتعادل مع الاسماعيلي مع ضربه جزاء ملهاش اي ريحه ضربه جزاء، مش شايف الفار ازاي، يعني ما رجعش الحكم وقال له بص عليها، بس اتظلموا الحقيقه امبارح. وبقى الرابع والاهلي الثالث. والدوري المصري السنه دي غير حاجه فوق الروعه. هنشوف دوري عالمي، والحسم هيبقى في الدور التاني مش في الدور ده خالص. سلام.